أهلا بيكم، أنا دكتور كمال شلال، استشاري أمراض النساء والتوليد. أسئلة كتير بتسألها في العيادة أو في حياتي اليومية، في منها اللي بيتكرر وفي منها اللي ممكن يكون غريب شوية وفي منها اللي بيحصل لحالات فردية. عموما أنا اخترت مجموعة من الأسئلة اللي ممكن تكون بتتكرر كتير وحبيت أعرفك إجاباتها، ولو عندك أي أسئلة تخص حملك ابعتها لي وأنا أجاوبك عليها. من الأسئلة اللي بنتسألها كتير، ينفع أخد مضاد حيوي وأنا حامل؟ طبعا ينفع تاخدي مضاد حيوي وانت حامل، بس لازم يكون المضاد الحيوي ده ليه سبب طبي، لان اخذ المضادات الحيويه عمال على بطال مع الوقت هيخلي جسمك يكون مناعه ضد المضادات الحيويه، وبعد كده لو احتجتي انك تاخدي مضاد حيوي مش هيجيب نتيجه. الحاجه التانيه ان دكتور النساء والولاده هو اللي يحدد لك نوع المضاد الحيوي المناسب ليكي واللي ما يضرش الحمل. انا اخدت حبوب منع الحمل بالغلط وانا ما اعرفش ان انا حامل، هل ده ممكن يسبب تشوهات للجنين؟ احب اطمنك، مش هيسبب تشوهات للجنين. في بعض الأبحاث ربطت ما بين أخذ حبوب منع الحمل بالغلط في بداية الحمل وما بين ولادة طفل وزنه قليل أو الولادة المبكرة، لكن احنا على مستوى الممارسة العملية ما لاحظناش المشاكل دي خالص. فأحب أطمنك، لو أخدتي حبوب منع الحمل بالغلط في بداية الحمل مفيش أي تشوهات على الجنين. طبعا السؤال الأشهر في ال3 سنين اللي فاتوا، هل تطعيم الكوفيد 19 أو الكورونا آمن مع الحمل والرضاعة؟ أحب أطمنك إن تطعيم الكورونا آمن تماما أثناء فترة الحمل والرضاعة، وبننصح دايما إنك تاخديه لو أنت مقبلة على الحمل علشان تحمي نفسك وطفلك من مضاعفات الكورونا الخطيرة. وفي تطعيمات تانية أمان أثناء الحمل وبننصح إنك تاخديها لو في مشكلة، زي تطعيم الأنفلونزا الموسمية أو التيتانوس. سؤال بنتسأله كتير، ينفع أكل سمك وأنا حامل؟ وهل تناول الأسماك آمن أثناء الحمل؟ الأسماك دي مظلومة، يجي برد يقولوا ما تاكلوش سمك، حامل ما تاكليش سمك، ودي طبعا كلها معلومات غلط. الأسماك مهمة جدا وضرورية وبتحتوي على أحماض دهنية وفيتامينات ومعادن وبروتينات مهمة للجسم، سواء في فترة الحمل أو في أثناء الحمل. فعلشان كده بننصحك انك تاكلي اسماك زي ما انت عايزه في فتره الحمل، بس اهم حاجه ابعدي عن الاسماك النيه زي السوشي او الاسماك اللي فيها نسبه زئبق عاليه زي التونه المعلبه او الماكريل او اسماك القرش، او الاسماك اللي فيها نسبه املاح عاليه زي طبعا الرنجه والفسيخ. هل الفيب امن اثناء الحمل؟ احب اقول لك لا. الفيب والالكترونيك سيجاريتس بننصح بعدم استخدامهم اثناء الحمل، لأن فيهم نيكوتين ومواد كيميائية ضارة بتضر الجنين، وتأثيرهم على الحمل زي تأثير التدخين بالظبط. هل أشعة إكس راي ممكن تسبب تشوهات للجنين؟ احنا طبعا بننصح بعدم التعرض لأي أشعة في أول 3 شهور من الحمل اللي هي فترة تكوين الأعضاء، لكن عموما احتمالية حدوث تشوهات للجنين بسبب أشعة الإكس راي نسبتها ضئيلة جدا، ولو في حاجة طبية ملحة لإجراء أشعة على مناطق الرأس أو الأسنان أو الصدر أو القدم، المناطق البعيدة عن البطن، بعد أول 3 شهور ممكن نحط الأبدومينال شيلد أو واقي الأشعة، وكمان ممكن نعدل أو نقلل كمية الأشعة قبل إجراء الأشعة. المهم إنها تكون لحاجة طبية ملحة. هل استخدام صبغة الشعر آمن أثناء الحمل والرضاعة؟ كل الأبحاث اللي اتعملت على صبغة الشعر وجدوا إنها آمنة أثناء فترة الحمل والرضاعة، لكن إحنا بننصح إنك ما تستخدمهاش في أول 3 شهور من الحمل. لو عندك أي أسئلة تخص حملك أو أي أسئلة عايزة تعرفي إجاباتها ابعتها لي وأنا أجاوبك عليها.